80% من الأمراض والله العظيم بيخف لوحده. الناس كلها اتكلمت عن الجملة اللي قالها دكتور حسام موافي. الكلام اللي قاله الدكتور حسام موافي صحيح 100%، بس فعلا ما ينفعش يتقال على الملأ كده. ينفع يتقال لدكاترة أو طلبة طب، ولازم يتفهم صح لأنه ممكن يتساء فهم. والدكتور حسام موافي كان يقصد بال 80% دي عدد الأمراض، لأن لو عندك 100 مرض معروف على مستوى العالم ف 80 منهم هم دول اللي بيخفوا لوحدهم. ودي الأمراض الخفيفة اللي هي نزلة برد خفيفة، إسهال خفيف، شوية صداع، حاجات ممكن الجسم يتغلب عليها بجهاز المناعة. بس الدكتور حسام موافي أهمل ال 20% من الأمراض اللي هو اتكلم عنها. ال 20% من الأمراض الباقية دي أمراض خطيرة، ودي النقطة اللي ممكن ناس كتير ما تاخدش بالها منها. زي الأمراض المزمنة، السكر والضغط، دول لو اتسابوا هيدمروا الجسم. أمراض القلب والجلطات ما ينفعش نستنى عليها لحظة واحدة. أي ورم أو أي كتلة بتظهر في الجسم ما ينفعش تستنى عليها لحظة واحدة، وعمرها ما هتختفي لوحدها. كمان الالتهابات البكتيرية الشديدة لازم لها طبعا علاج ومضاد حيوي مناسب. الخلاصة إن جسمك قوي بس مش مع كل حاجة. لازم نفرق بين المرض البسيط اللي بيتعالج لوحده وبين المرض القاتل اللي لازم الدكتور يتدخل فيه.